يلا خش على مطبخ رودي كل شيء وشوف الكشري المصري ده اتعمل ازاي، واتعمل في حلة واحدة وما غبناش كذا حلة ولا اي حاجة، وحاجة جميلة جدا وطعمها تحفة. وادي الدقة بتاعتنا اللي هي بالثوم والخل والليمون، وادي الصلصة بتاعت صلصة الطماطم. يلا خش على مطبخ رودي لكل شيء وشوفي ده اتعمل ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. اول حاجة هنعملها مع بعض بالكشري المصري، وهنجيب عدس بجبة زي ما انتم شايفين كده، وهننقعها في مية مغلية ونركنها على جنب لحد ما تستوي شوية. طبعا احنا غسلناه ونقيناه كويس وشطفناه حلو، وجبت بصلتين 3 قطعتهم زي ما انتم شايفين كده جناحات، ونزلت عليهم بمعلقتين 2 نشا. وطبعا كل ده والزيت على النار بيقدح. ماشي. تعالي بقى نحطه على جنب كده واوريكم الكوكتيل الكشري اللي هنعمله مع بعض، الكشري المصري. ادي كيس شعريه وادي كيس مكرونه صغيره وادي مكرونه طويله وادي كيس رز. يلا بينا على الحله على البوتاجاز اقول لكم نعمل ايه. نزلنا على طول اول حاجه عشان احنا مش هنعمل كذا حله، وهنعمل كل الكشري بتاعنا في حله واحده. وفي ناس كتير مش بتحب تعمل كشري في كذا حله، ولكن النهارده مع رودي هتعملوها في حله واحده وهتبقى النتيجه تحفه. اول حاجه هننزل بيها البصل بتاعنا وهنحمره كويس ونطلعه على المفرش. صينيه طبق كده وتحت منها منديل مطبخ، وهتطلعي البصل بتاعنا عليها لحد ما نخلص بيت البصل. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. بصي البصله بتاعتنا اول ما تلاقيها احمرت كده وحلوه، مش تعملهاش بقى محروقه، لا خليها محمره بسيط. بوريكي الطبق وتحتيها منديل مطبخ حلو. هنطلع البصل نحطه عليها عشان خاطر المنديل يشرب الزيت وما يبقاش فيه زيت وكده يعني، يبقى مفرفش كده متحمص كده ومتحمر لاخر لحظه. بصي اهو جميل، وكان طعمه تحفه جدا. والبصل قعد معايا لحد اخر حبه من الكشري وهم مقرمشين كده عشان خاطر معلقتين النشا اللي انا حطيتهم. تمام. يلا بالله عليك لو اول مره تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لي سبسكرايب واي كومنت واي بتاع من ده اسمها اي تعليق يعني اي كومنت وسبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اعملي اشتراك على القناه بتاعتي، اعملي اشتراك. تمام. خلص البصل معانا اهوت، طلعنا البصل كله زي ما انتم شايفين كده. بس هناخد معلقتين او مغرفتين كده من الزيت بتاعنا الجميل الحلو ده اللي هو مضع البصل. مش عايزه اقول لكم تحفه جدا واكيد طعمه يبقى جميل جدا. نزلنا بكوبايه شعريه هنحمرها، بس مش تحمير اللي هو هو لا، يا دوبك كده تكون داخله على حمران على احمرات. ماشي. هننزل بعديها بالمكرونه تقشف معانا بس كده وتبان لونها ابيض كده، ونقلبها كويس مع بعضينا. المكرونه بتاعنا كيس المكرونه، تعالى نحط كمان حبه من الكيس التاني، طلعنا كمان كيس خدنا منه كمان كوبايه كده، حاجه بسيطه. هنقلب برضو كده، مش هنسيبها، كل ما ننزل حاجه لازم نقلبها تقليبه حلوه كده ونشوحها في الزيت. ماشي. ونزلنا بالبصل بالرز بتاعنا، وطبعا الرز انتوا عارفين بيبقى فيه ميه اكيد مش مصفيه قوي. نقلب كده في الرز، مش هنحط اي حاجه غير لما نحس ان مفيش ميه خالص في ارضيه الحله خالص. تمام. جنب مننا طبعا الكاتل الميه مغليه، ونزلنا بباكو شوربه حلو كده. ما تنزليش الميه غير لما تسمعي الصوت اللي انت هتسمعيه دلوقتي في الحله، لازم تسمعي صوت الشكشكه دي. تمام. وكمان عشان خاطر يشرب. بص كمان العدس هينزل اهو، برضو هقلبه مع العدس حلو قوي مره واتنين وتلاته كده، ولازم تسمعي الصوت ده وتنزلي الميه كده. سامعه الشكشكه دي؟ اول ما تسمعي الشكشكه دي اهي، بصي سامعه؟ مفيش ميه ولا اي حاجه لما تلاقيهم كلهم اشربوا في قلب بعض. ماشي. تعالي ننزل بمعلقه ملح، ادي واحده وادي التانيه. ماشي. وحاجه بسيطه كده من الكمون اهي، بس كده. ماشي. قلبي تاني بقى
تمام كده. سمع ما بتحطش الميه لما تسمعي الشكشكه دي، لما كله يشرب الميه اللي في الارض عشان ما تعجنش منه. تمام. يلا كده هي خلصت معانا اهي. هننزل بالميه بتاعتنا. سمع الصوت؟ هنغطي بس يا دوبك ايه اهو. تمام. تمام كده غطينا المكرونه. تعالي بقى نشوف المكرونه دي الطويله الهبله دي هنعمل ايه فيها. هنعمل ايه؟ هنرصها كده ماشي عشان ما تعجنش اهي. وهنسيبها على النار اهي. بس كده، وهنغطيها بقى على كده. تعالي بقى نشوف الكشري بتاعنا الجميل الاسكندراني ده شرب ميته ولا لا. واو، تحفه 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 وجميل جدا جدا جدا. هنوطي عليه خالص خالص شمعة صغنونه كده ونحطه على جنب، واقول لكم بقيه الحاجه اللي احنا هنعملها مع بعضينا. بصي مفرفر وحلو زي مش معجن ولا اي حاجه. يلا دي الحله اللي كانت اللي كنت واخده منها مغرفتين زيت. تعالي بقى اقول لك هنعمل ايه. هنعمل التقليه بتاعتنا او الصلصه بتاعتنا. هننزل بمعلقه توم حلوه كده. عفوا المعلقه وقعت اتزحلقت من ايدي. هنحمرها كويس. هنحمر التوم كويس معانا، وهننزل بالطماطم. الطماطم طبعا مضروبه في الخلاط وانا مصفياها من التفل بتاعها. في ناس مش بتحب اللي هو التفل بتاعها وما بيبقاش لطيف بصراحه كده، فانا قلت ايه اصفيها وصفيتها. تعالي بقى ننزل بمعلقتين صلصه معجون طماطم كده، وهنا معلقتين ملح او معلقه ونص ملح او حسب الكميه اللي عندك، ودي معلقه كمون، ودي معلقه فلفل، ودي معلقه خل، ودي معلقه سكر او اقل من معلقه سكر. وهنقلبها ونغطيها ونسيبها لما تتسبك، واقول لكم هنعمل ايه تاني. تعالي بقى نعمل الدقه بتاعتنا اللي هي بالثوم والليمون والكمون والخل. نزلنا بمعلقه صغيره برضو من الزيت، ونزلنا بمعلقه ثوم. طبعا احنا مش هنحمر دي، احنا عايزينها زي ما هي كده. هننزل على طول بكوبايه ميه اهي، كوبايه ميه. تمام كده. سيبناها لما تغلي شويه. نزلت بليمونتين عصرنا ليمونتين عليهم كده. تمام. كشري جميل جدا جدا وطعمه تحفه، وكان رهيب 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 رهيب. والدقه بتاعتنا والصلصه. وطبعا في ناس بتعمل حمص الشام. بصراحه انا ما عملتش حمص الشام عشان احنا بنقول مش عايزين نكلف نفسنا ومش عايزين ايه نعمل حلة كتير. نزلنا بمعلقه ملح ونزلنا بمعلقه كمون وشطه، وده حسب الرغبه. وشوفوا الشطه بتاعتكم، عايزين تعملوها سبايسي شطه بزياده اعملوا، مش عايزين خلاص. قال بقى نلون يعني نخلي اللون ايه غامق سن او محمر شويه. نزلنا بمعلقه صغيره فلفل اللي هو ايه الفلفل الاحمر اللي اسمها ايه البابريكا. تمام. ادي الدقه معانا، وادي الصلصه معانا لسه ما تسبكتش اهيت. وادي الرز الكشري برضو هناك اهوت لسه على النار. هنا اول ما الدقه بتاعتنا غليت غلوه حلوه كده، نزلنا بنص كوبايه خل. واول ما هتغلي برضو تاني هنطفي عليها كده. كل حاجه على عين وكل حاجه بتستوي واحده واحده. بصي اول ما غليت قدامنا زي ما بقول لكم اهي. دي كانت عندي في التلاجة دي على طول. الدقه دي انا بعملها وبحطها في التلاجة، بتنفعني في حاجات كتير بصراحه. لو كل عامله كشري او عامله مكرونه بطلعها وبنحط ايه على المكرونه بتاعتنا او على الكشري بتاعنا، بتبقى جاهزه عندي على طول في التلاجة. فانا حبيت اعملها قدامكم، مرضتش اخد من ايه من الجاهزه. احنا كده غرفنا، يلا هنغرف كده مع بعضينا ونشوف كده الدنيا شكلها ايه والاكل شكله ايه. اللهم صل على النبي. الكشري المصري تحفه جدا جدا جدا، وفي حله واحده. لا عملنا حلتين ولا 3 حلل ولا اي حاجه خالص. بصي مفرفر وجميل ازاي. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملي اشتراك على القناه بتاعتي.
بصي جميل شكله يشهي ازاي، تحفة. طبق كشري 100 والطبق صلصة وطبق الدقة. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.